السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. وصفتنا اليوم نوعين من المقبلات، سلطة الشوندر بالذرة والدجاجيك او اللبن بالخيار. مقبلات سهلة التحضير، مفيدة ومغذية خصوصا في شهر رمضان. اتمنى الفيديو يعجبكم. راح ابدا باول نوع من المقبلات، سلطه الشوندر بالذره. المكونات اللي احتاجها في هاي السلطه: شوندر غسلته ونظفته وسلكته. نص كوب ذره، ملح، كزبره، قليل من عدنوس او كرفس، حبه واحده من الفلفل الحار، والفلفل الحار حسب الرغبه، بصله صغيره وقليل بصل اخضر، عصير ليمون فريش. هسه حبايبي راح اخذ عدد من حبات الشوندر، بقطعهم مكعبات. بسم الله. قطعهم مكعبات. هسه راح اثرم البصل. هسه المعدنوس انا ثرم ناعم. هاي الفلفل الحار، الفلفل الحار حسب الرغبة. هسه راح عصير ليمون فريش. الشوندر حلو فراح اسوي ليمونتين. عصير الليمون يعطيها طعم طيب. هسه راح اضيف الذرة، نص كوب ذرة، قليل من الملح، كزبرة ناشفة، وإذا عندك كزبرة فريش تعطيها طعم نكهة أكثر. هسه راح أخلط المكونات خلط جيد. وأنا مسوية فيديو بشكل مختلف، سلطة الشوندر، موجودة بقناتي، اللي يحب يزور قناتي يشوفها بطريقة مختلفة. أتمنى تعجبكم. هسه راح أخليها بطبق التقديم. راح اسوي نوع ثاني من المقبلات، خيار باللبن او جاجيك. هسه راح ابدا واحتاج لهاي السلطه نعناع مجفف، لبن، قليل من الملح. هسه اول مره ثرم ناعم، بس اواخر النهايات. هسه حبايبي كملت الخيار، ثرمته ثرم ناعم. راح انزل الثوم، ثوم مهروس. طبعا انا حبايه تقدرين زيدين حسب رغبتك. راح انزل اللبن، تخلطيه خلط جيد.
أخلي قليل من الملح، نعناع مجفف، وخلطة. راح أضيف بعد نعناع. هسه حبايبي كملت وخليته بطبق التقديم. هسه من أزينه وتشوفوا. كملت مقبلاتنا، وايد طيبة وصحية ومغذية وسهلة التحضير. جربوها إن شاء الله تعجبكم. لا تنسونا باللايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. ألف عافية، أترككم في أمان الله.